صباح الخير ياللي معانا ياللي معانا، الكران غنى وصحانا، والشمس هي طالعة وضحاها، والطيرة يتسرحب في سماها، يلا معاها يلا معاها يلا معاها، يا صباح الخير ياللي معانا ياللي معانا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يا صباح الخير، يا صباح الهنا، يا صباح السعادة على عيونكم كلكم. عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. يلا نتنشط كده مع بعض ونشوف روتيننا النهاردة. كنت صاحية كده من بدري وخرجت رحت جبت فطار وجينا وفطرنا، وما كانش في دماغي خالص ان انا اصور، ورجعت قلت ايه، طب ما تقومي يلا كده صوري. المهم يا جماعة قمت على طول نظفت البلكونة معاكم زي ما انتوا شايفين كده. قلت لازم انظف البلكونة، وكان عندي كمان فرشة غسلها كده من بالليل، بس لما جيت انشرها لقيت البلكونة عندي كلها تراب، فكان لازم بقى ان انا اكنسها كده. وقبل ما بكنسها طبعا بنفض الشيش كده بفرشة، وطبعا بينزل بقى تراب. بصي، قبل ما تنشري دايما في بلكونتك لازم تنظفيها، اذا كان من شيش، من الجدار، من الحبال، كلام من الكلام ده. وهكنس بقى البلكونه واخليها زي الفل، وهروح اجيب ايه الفرشه اللي انا غسلاها او الحافظه اللي انا غسلاها طبعا ما انتوا بتقولوا عليها يعني. وطبعا هبدأ ان انا انشرها. عايزين بقى ما ننساش دعوتنا كده للثانويه والاعداديه، ربنا كده يوفقهم وينجحهم يا رب، وربنا يدي لكل واحد على قد مجهوده، لان بجد الطلاب بيتعبوا جدا جدا، وكمان اهلهم بيتعبوا معاهم. عايزه اقول لكم كنت هنا كنست ونضفت وكمان نشرت، ورحت بقى جبت الحافظه اللي انا غسلاها كده من بالليل واتصفت خالص، وقلت كده بقى انشرها. عايزه اقول لكم ان احنا في زمن ما يعلم به الا ربنا. عايزاكم برضو تخلي بالكم كده من اولادكم، لان بصراحه ما بيبوظ البنت غير البنت اللي زيها، وما بيبوظ الولد غير الولد اللي زيه. يعني انا بقول لكل ام خلي بالك من اولادك، دايما شوفي ابنك لو لقيتي سلوكه اتغير تعرفي كده ان هو اكيد ماشي مع ولد مش كويس، ولازم تراقبيه وتمنعي عنه وتعرفي هو وصل لغاية فين. وبرضه لو بنتك حسيتي منها بتغيير، اذا كان في اسلوبها، في كلامها، في طريقتها، مش دي تربيتك فيها، تفهم على طول ان هي باصه لزميله من زميلاتها وبدات ان هي تتغير. برضه تشوفيها هي بتكلم مين وبتتعامل مع مين وكده. ندخل بقى على المطبخ بتاعنا ونحضر كده غدانا. بصراحة يا جماعة قعدت افكر كتير ناكل ايه ناكل ايه، ما بقيت محتارة كده. ولما بنتي سألتها لقيتها بتقولي ماما اعملي لنا شوربة عدس. قلت لها صدقي ما عملناهاش من شهور. قالت لي وحتى تغيير، وكمان يا ستي يلا نوفر لك فلوسك. قلت لها اسكتي، ده في الايام اللي احنا فيها ده ولا في حاجة اسمها توفير ولا في اي حاجة؟ كان زمان كان زمان وجبر. قالت لي ليه يعني؟ ده كل الحاجات تحطي بصل وطماطم وتوم وجزر. قلت لها طب والعدس الكيلو بكام؟ الكيلو ب60 جنيه. المهم يا جماعة بصراحة كان عندي نص كيلو عدس في التلاجة، وقلت كويس كده مش هصرف بقى النهاردة. وعملت بقى حطيت مية كده على البوتاجاز وسقطت فيها بصل وطماطم، بصلتين كبار مخرطاهم كده، وكمان توم وطماطم، وكمان وجزر. وجبت كمان نص كيلو عدس بتاعي غسلته وصفيته في المصفى، وبدات ان انا انزله كده في الميه، وهسيبهم بقى كده على البوتاجاز يغلوا كده مع نفسهم لغايه ما اجي امسك الجزره او البطاطسايه الاقيها كده بتتهرس كده في ايديا. وبعد مرور مثلا حوالي ساعه الا ربع كان باقي مثلا خدت غلوة 2 وهديت النار، لقيتها استوت معايا بالشكل ده. هسيبها بقى تبرد، وعلى بال ما تبرد ابدأ يعني احضر العيش بتاعي. احنا هنا بنحب نعمل جنب شوربة العدس حاجة كده زي الفتة، بس طبعا الفتة معروفة برز وبعيش مع بعض. هو انا هنا بيحبوها بعيش بس. وفي مثلا بنتي الكبيرة كانت الاول بتاكل شوربة العدس مع رز، لكن حاليا بقت بتشربها شوربة بس. المهم بجيب الرغيف العيش وبفضل كده اعمل منه فتحات واتنيه كده فوق بعض زي ما انتوا شايفين، وابدا اقصقصه كده بالمقص، واعمله كل كميه العيش مربعات بالطريقه دي. بعد كده اجيب صينيه
واحط بقى كمية العيش بتاعتي، وابدأ احط كده رشة من الملح ورشة من الفلفل الاسود وشوية كده من الزيت، وهقلب بقى كله مع بعضه، وهشغل الشواية بتاعة الفرن وهحمصها كده على الشواية. اسهل، وكمان كل شوية عينيك عليها مجرد ثواني وتطلعيها وتقلبي العيش وتدخليها تاني. بتوفر كمان ان انتي لو بتحمري كده على عين البوتاجاز هتحتاج زيت اكتر، لكن الشواية بتبقى صحية يعني، وبتوفر كده في الزيت، لان كده محطش غير حاجات بسيطة جدا. طبعا بقى استنيت لما شوربة العدس بتاعتي بردت، وهبدأ اجيب شفشق الخلاط بتاعي وهضرب بقى الخليط بتاعي ده كله مع بعضه. بصراحة بتبقى طعم قوي قوي. وانا كمان حاطه لها 2 مكعب مرقة دجاج. انتي لو مش بتحبي المرقة براحتك، ممكن تحطي شوربة، يعني تحط لها كده مع شوية المية وهي بتستوي حطي شوربة. انتي ما عندكيش شوربة حطي مرقة الدجاج انا بستخدمها بس مش بصفة استمرارية، يعني مش في كل الاكل. بس شوربة العدس ما بتحلاش بصراحة بالمية بس، لا بتبقى عايزة شوربة او مرقة دجاج. وطبعا هضرب بقى كل الخليط بتاعي، وكده عملنا العيش وكمان عملنا كده شوربة العدس. هنبدأ بعد ما ضربناها في الخلاط، تعالوا بقى نشوف الخطوات التانية. هجيب الحلة بقى على النار، طبعا غسلتها وحطيتها كده على البوتاجاز عشان تنشف، وهبدأ كده اجيب السمنة البلدي بتاعتي. انتي بقى عايزة تستخدمي زيت ذرة براحتك، عندك سمنة صناعي، كل واحد على قد ظروفه. بتحبي الزبدة وبتقولي انها بتكون خفيفة بالنسبة لك، حطي زبدة زي ما انتي حابة حطي. فهبدأ الأول أحط بقى السمنة بتاعتي، هي بتبقى حلوة قوي السمنة البلدي. وهبدأ ان انا انزل شوربة العدس اللي انا بضربها في الخلاط كده اول باول، ابدأ ان انا احطها هنا. طبعا هسيبها بقى تغلي مع نفسها. وطبعا هزودها برضو شوية كده من المية، عندك شوربة بيكون افضل وبتكون اطعم، بس انا قلت لكم عشان انا ما عنديش شوربة حطت لها مكعبين مرق دجاج. طبعا ضفت لها بقى الملح والكمون والشطة، وسبتها بقى على نار هادية. وبدأت ان انا اجيب الشعرية بتاعتي عشان كده ان انا احمرها. جبت صينية وشوية من الزيت وكمان شوية من الشعرية، محطتش الكيس كله، وهبدأ اشوحه كده واقلبه مع بعضه علشان ياخد معايا اللون الذهبي الجميل بتاعنا. وطبعا انا مش ناسية العيش، طلعته وخليت بالي منه، ودي الكمية بتاعتي بتاعت العيش كلها. شايفين بقى القرمشة والجمال؟ عايزه اقول لكم ان احنا بنتسلى عليه وبناكله كده وهو محمص. ركنته بقى كده على جنب، وبدات برضو عينيا كده على الشعريه وبدات ان انا اقلب فيها، وخلاص هتبدا تاخد معايا اللون الجميل بقى اللي انا بحبه. عايزه اقول لكم ان الشعريه بتدي طعم حلو قوي قوي لشوربه العدس. في ناس بتعملها من غيرها، في ناس بتعمل بدل الشعريه دي بتحمر بصل، وفي ناس بتحط الاتنين. في ناس بتحمر بصل على جنب، وفي ناس بتحمر كمان شعريه وبيحطوا الاتنين مع شوربه العدس. بس انا بصراحه مش بنحب البصل فيها، لان عيالي يعني مش كيفين بصل. فيه وفيه، يعني في اللي بيحب البصل وفي اللي مش بيحبه خالص. فطبعا انا لو عملته ببصل كده يبقى بناتي هيغضبوا عليه ومش هياكلوا. قلت خلاص بناقص موضوع البصل ده خالص. شوربة العدس غلت معايا وبقت زي الفل. هبدأ بقى اضيف لها هنبدأ نضيف الشعرية اللي احنا حمرناها. هبدأ انزلها عشان تستوي كده في شوربة العدس. تمام تمام، فاهمين؟ قولوا فاهمين. عايزه اقول لكم شوربه العدس بتبقى حلوه قوي قوي، اقتصاديه الى حد ما، احسن من حاجات تانية كتير. هنا بدات اضيف البهارات بتاعتي، ملح كده وكمون، وكنت ضايفه شطه قبل كده، واكتفيت قوي كده بالبهارات دي. بتبقى حلوه قوي، بتخلي شوربه العدس حلوه. عايزه اقول لكم برضو شوربه العدس بيقولوا اكله الغلابه، كانوا بيقولوا عليها كده زمان. بس عايزه اقول لكم طعمها حلو وفيها مكونات كمان مفيده كده للجسم. اذا كان العدس بروتين، واذا كان بقيه الخضار كله حلو جدا، اذا كان بصل او توم او فلفل، الحاجات دي او الجزر، كل الحاجات دي مفيده للجسم. بعد بقى ما بدات الشعريه تستوي معايا، نزلت كده بمعلقه سمنه بلدي كبيره كده محترمه. عايز اقول لكم بتخلي شوربه العدس واو تحفه، وبتجيب بقى ريحتها كده للبيت كله. وكان خلاص قربت بقى ان انا اطفي كده عليها، وهنبدأ ان احنا ناكل. بصراحة الاكل كل يوم بيبقى عليه حيرة. شايفين شوربة العدس وجمالها؟ يا سيدي يا سيدي يا سيدي، جوعتني جوعتني بجد.
انا صايمه وانا بمنتج وانا بحط الصوت، بس مش عارفه اللهم اني صايمه. وبدات جبت بقى كل طبق بحط عليه شويه من العيش وشويه كده من شوربه العدس، وبيبقى الشكل ده. وبقدم كمان معاها طبق فيه شوربه عدس، وبحط ليمون وبحط بصل. وده كان يومنا النهارده يا جماعه، روتيني كده من الصبح من بدري. عايزه اقول لكم اني بجد بجد بحبكم، ربنا يخليكم ليا. واكتبوا لي اي فيديوهات انتوا حابينها، اكتبوا لي كده في الكومنتات اي اكله، اي حلويات، اي حاجه انتوا حابينها من عينيا الاتنين. واشوفكم كده على خير ان شاء الله، وانتظروني في فيديوهات حلوه كتير قوي 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 الايام اللي جايه. وادعوا لنا كده، وادعوا كمان معانا للاعداديه والثانويه. ادعوا لعيالنا وعيال المسلمين اجمعين، ربنا ينجحهم ويوفقهم يا رب يا رب يا رب. واقول لكم بقى في نهاية الفيديو، انا بحبكم قوي قوي قوي، انتوا اجمل عيلة ليا بالنسبة لي. عايزة دايما برضو بفكركم اوعوا تكونوا وصلتوا معايا لغاية اللحظة دي ونسيتوا تحطوا لي اشياء اللي هي ايه، اللايك والاشتراك والتعليق. بحبكم، باي باي، مع